الدكاترة قالوا لوالدة رشدي أباظة إن ابنها في مرحلة متقدمة من المرض، لكن ما قالتلوش الحقيقة. وبعد فترة حصل شيء أغرب، والدته طلبت منه يرجع لها الممتلكات اللي كانت كتبتها باسمه. رشدي فهم الرسالة فورا: انتي بتطلبي فلوسك دلوقتي عشان انتي عارفة اني هموت. ومن اللحظة دي رشدي أباظة ما بقاش نفس الإنسان، لأن اللي وجعه ما كانش خبر المرض، اللي وجعه أكتر هو اللي اكتشفه عن أقرب الناس ليه. رشدي أباظة كان واحد من أشهر نجوم السينما المصرية، الدنجوان اللي ارتبط اسمه بالوسامة والشهرة والنساء والسهر والحياة المليانة مغامرات. لكن سنة 1980 بدأت حاجة غريبة تحصل: صداع مستمر، ألم بيتكرر، وحالة صحية بتتدهور. في البداية ممكن أي حد يفكر إن ده إرهاق أو نتيجة سنوات طويلة من السهر والتدخين وضغط العمل، لكن الفحوصات قالت حاجة تانية تماما. الأطباء اكتشفوا وجود ورم في المخ، والحالة كانت خطيرة. رشدي سافر إلى لندن للعلاج، وهناك خضع لفحوصات وعلاج وجراحة مرتبطة بالورم. وهنا حصل أول قرار صعب. الأطباء ما حبوش يقولوا لرشدي الحقيقة كاملة، على الأقل في البداية، والشخص اللي عرف الحقيقة كان والدته تريزا. تريزا كانت والدة رشدي الإيطالية، وكانت شخصية قوية جدا في حياته. وبحسب رواية نسبت إليها بعد وفاته، الأطباء أخبروها إن حالته متقدمة وإن عمره أصبح محدود، بل إن والدته ذكرت إن التقارير الطبية توقعت له حوالي 3 شهور فقط، لكنها ما دخلتش عليه وقالت له يا رشدي أنت بتموت. بدل كده فضلت الحقيقة بعيدة عنه لفترة، لحد ما حصلت وقعة غريبة جدا. حسب الرواية اللي نشرتها الصحافة عن شهادتها، وضعت التقارير الطبية تحت باب غرفته عشان يعرف الحقيقة بنفسه. رشدي قرأ التقارير وعرف، لكن اللي عرفه بعدها كان أقسى، لأن المرض ما كانش المشكلة الوحيدة، كان في موضوع تاني: الثروة. والدة رشدي كانت كتبت له خلال حياته جزء من ممتلكاتها، وحسب الروايات المتداولة كانت خايفة ان الممتلكات دي بعد وفاة رشدي تدخل في الميراث وتذهب أجزاء منها إلى عائلة أباظة، خصوصا ان رشدي ما كانش عنده ابن ذكر، وكانت بنته اسمت هي بنته الوحيدة. ومن هنا بدأت الأزمة. والدته طلبت منه استرداد الممتلكات اللي كانت كتبتها باسمه. وهنا رشدي أباظة فهم كل حاجة، لأن التوقيت كان صادم. هو مريض بمرض قاتل، وأمه بتطلب منه فلوسها، فقال لها إنه أصلا ما طلبش منها تكتب له حاجة، وسألها عن سبب إصرارها على استرداد الفلوس. لكن السؤال الأهم ما كانش هترجعي الفلوس ليه؟ السؤال اللي كان بيدور في دماغه هو: انتي عارفة اني هموت؟ لأن القصة دي اتنقلت على مدار سنين بصور مختلفة جدا، في تفاصيل اتشهرت على انها حقيقة مؤكدة، لكنها في الحقيقة روايات صحفية وحكايات منسوبة لأشخاص كانوا قريبين منه. فالمؤكد ان رشدي كان مصاب بسرطان المخ، وان حالته كانت خطيرة، وان والدته عرفت بتفاصيل حالته الطبية، وانها تحدثت بعد وفاته عن مرضه، وانها للأسف حطت له التقارير الطبية قدام باب اوضته عشان يشوفها. رشدي بعد الموقف ده دخل في حالة نفسية صعبة جدا، انعزل عن الناس، قعد في غرفته فترة ورفض يشوف حد، وكان بيعيد حسابات حياته كلها: الشهرة، السينما، النساء، الأصدقاء، الفلوس، كل حاجة كان فاكر إنها مهمة بدأت فجأة تصغر قدام فكرة واحدة: الموت. لكن في وسط كل ده اتخذ رشدي قرار كان معناه انه من اللحظة دي هو اللي هيتحكم في كل حاجة. بدأ يهتم بمستقبل بنته اسمت، وكان عارف ان موته ممكن يفتح ابواب الصراعات على الاموال والممتلكات. والروايات اللي تناولت ايامه الاخيرة بتقول انه بدأ يرتب اموره المالية، وانه اراد تأمين بنته قبل رحيله. وقيل انه باع كل ثروته ووزعها بالكامل ولم يترك لنفسه شيئا. والواقع ان اسمت كانت بنته الوحيدة، وكانت من اهم الاشخاص في حياته في ايامه الاخيرة. والاغرب ان رشدي بدأ يفكر حتى في المكان اللي هيدفن فيه. رشدي أباظة ما استناش
استناش الموت عشان يفكر في قبره. حسب روايات منشورة اختار مكان في نزلة السمان وبنى مقبرته هناك، وده كان اختيار ليه معنى كبير، لأن رشدي كان من عيلة أباظية عريقة، وكان ممكن يكون مكان دفنه داخل مقابر العيلة. لكن الروايات بتقول إنه اختار نزلة السمان، المكان اللي كان قريب منه وبيحبه، وكأنه كان بيقول أنا مش هسيب الدنيا زي ما عيلتي عايزة، حتى قبري أنا اللي هختاره. لكن لسه في تفصيلة أغرب. بعض الروايات قالت إنه طلب إن تكون المقبرة بسيطة وإنها تفرش بالحنة والرمل، والتفصيلة دي تحديدا اشتهرت جدا في الحكايات اللي رويت عن نهايته. رشدي بالفعل جهز مقبرته قبل وفاته، وكان واعي جدا إن النهاية قربت، وده وحده كفاية عشان نفهم قد إيه الراجل ده كان عايش آخر أيامه وهو شايف الموت قدامه. حالته الصحية بدأت تتدهور بسرعة، دخل المستشفى وبقى محاط بالأطباء وأفراد أسرته وأصدقائه. الراجل اللي قضى عمره محاط بالناس بقى فجأة عاجز عن الحركة. الصحة اللي كان بياخدها كأمر مسلم بيه اختفت، والجسم اللي كان بيظهر على الشاشة في كامل قوته بدأ المرض ينهشه. لكن وسط كل ده كان في شخص مهم جدا في حياته، بنته اسمت كانت قريبة من والدها في أيامه الأخيرة، وكانت واحدة من الأشخاص اللي شافوا الجانب اللي الجمهور عمره ما شافه من رشدي أباظة. مش الدنجوان، مش النجم، مش الراجل اللي كل الستات بتحبه، لكن الأب المريض، الإنسان اللي خلاص قوته بتخلص. وفي لحظة من أصعب لحظات حياته فاق رشدي لفترة قصيرة بعد دخوله في غيبوبة، وكان حفيده أدهم موجود. وحسب الرواية المنشورة عن اللحظة دي مسك قدم حفيده وقبلها، وبعدين رجع للغيبوبة تاني، ودي كانت من آخر لحظاته في الدنيا. يوم 27 يوليو 1980 رحل رشدي أباظة، 53 سنة فقط. الدنجوان اللي كان اسمه وحده كفيل بملء دور السينما مات بسبب سرطان المخ. لكن جنازته أثبتت حاجة مهمة جدا، رشدي أباظة ما كانش مجرد نجم، كان محبوب. الناس خرجت بأعداد ضخمة لتوديعه، ناس ما تعرفوش شخصيا لكنها كانت تعرف صورته على الشاشة، وتعرف صوته وضحكته وحضوره. ومع ذلك في حاجة واحدة في القصة كلها صعب نتجاهلها، رشدي أباظة قضى حياته كلها بيطارد متع الدنيا، الشهرة، المال، الحب، النساء، السفر، السينما. لكن لما المرض وصل كل ده فقد قيمته. في النهاية الإنسان ما بيفضلش معاه غير الناس اللي حواليه والناس اللي بتحبه بجد والأثر اللي سابه. وده يمكن يكون السبب ان قصة رشدي أباظة لسه عايشة لحد النهاردة، مش لأنه كان أجمل رجل في السينما ولا لأنه كان أشهر دنجوان، لكن لأنه في أيام الأخيرة اتحول من أسطورة على الشاشة إلى إنسان بيواجه أكبر حقيقة في الحياة، الموت. والأقسى في القصة دي إن رشدي أباظة ما كانش بيواجه الموت لوحده، كان بيواجهه وهو بيكتشف مين فعلا واقف جنبه ومين بيفكر في الأيام اللي بعده. وده هو السؤال اللي بيفضل معلق بعد نهاية حكايته. لو عرفت إن قدامك شهور قليلة بس، هتفضل متمسك بالفلوس ولا هتبدأ تسأل نفسك سؤال أهم، مين يستاهل فعلا ياخد من عمرك ومن حبك ومن تعبك قبل ما ترحل؟ رشدي أباظة رحل في 1980، لكن السؤال اللي سابه وراه لسه عايش لحد النهاردة. كان فاكر ان أصعب لحظة في حياته هتكون لما يعرف انه مصاب بالسرطان، لكنه اكتشف ان الطعنة الحقيقية جاياله من أقرب إنسانة ليه. ولما والدته طلبت استرداد ثروتها قبل موته، رشدي فهم ان الموضوع مش مجرد فلوس، وان في سر أخطر من المرض نفسه، التخلي.